في سنة 1919 اتولد واحد اسمه رياض بشارة غالي. من هو صغير ما كانش من الناس اللي بيحبوا الدراسة ولا النجاح. دخل كلية التجارة في جامعة القاهرة اللي زمان كانوا بيسموها مدرسة التجارة العليا، بس الصراحة ما كانش مركز خالص في دراسته، واللي يعرفه كان بيقول عليه ده حلنجي زبون دايم بتاع نسوان، تلاقيه دايما في صالات القمار وبيوت الدعارة في شارع كلاود بي، لدرجة ان البكالوريا اللي هي الثانوية العامة وقتها خلصها وعنده 22 سنة، وده لوحده دليل قد ايه كان ضايع ومش مهتم بالدراسة. في سنة 1943 رياض فجأة صحي من النوم وهو حاسس بوجع شديد في بطنه. أسرته جريوا بيه على المستشفى القبطي في القاهرة، وهناك الأطباء اكتشفوا إن عنده التهاب في الزايد وما كانش فيه وقت، لازم يعمل عملية فورية. دخل العمليات وعدى الموضوع بسلام، لكن هناك حصلت المصادفة اللي غيرت حياته. في نفس المستشفى كان فيه ست يابانية كبيرة في السن، كانت زوجة السكرتير التاني في السفارة اليابانية بالقاهرة. أول ما شافته بصت له وقالت له انت شبه ابن اللي مات في الحرب العالمية الأولى. ومن هنا رياض استغل الموقف وبدأ يقرب منها ويضحك معاها ويسمعها كلام حلو ويحاول يملى لها الفراغ اللي سايبه ابنها اللي راح. وما اكتفاش بكده، لا دخل معاها في علاقة غرامية كاملة وبدأ يستفيد من إعجابها الغريب بيه. وبعد ما رياض عمل العلاقة دي مع الست اليابانية جات له فرصة ما يحلمش بيها. في سنة 1944 الحرب العالمية الثانية كانت لسه شغالة، والسفارة اليابانية في القاهرة قررت تصفي شوية من ممتلكات، ومن ضمن الحاجات دي 3 عربيات ملاك. العربية الواحدة وهي مستعملة كانت تسوى أكتر من 1000 جنيه في السوق وقتها، لكن رياض بما إنه بقى قريب من الست اليابانية قدر يعمل صفقة العمر. اشترى ال3 عربيات دول كلهم ب1050 جنيه بس، يعني الواحدة بحوالي 350 جنيه. تقدر تقول إن دي كانت أول نقلة كبيرة في حياة من شاب ضايع في القمار والسهر لواحد بيبدأ يدخل عالم الفلوس والبيزنس. وفي نفس الوقت اللي رياض اشترى فيه العربية كان مصطفى النحاس باشا رئيس وزراء مصر وقتها بيدور على عربية بويك موديل 1944 لمراته زينب هانم الوقت. وتخيل بقى نفس الموديل كان عند رياض. الواد ما صدق راح على طول واهدى واحدة من العربيات للنحاس باشا، والنتيجة بلمح البصر اتفتح له باب محدش يحلم بيه. اتعين سكرتير ثالث في وزارة الخارجية المصرية، وبعدها على طول اتنقل سكرتير ثالث في سفارة مصر بالكونغو. ومن شاب ضايع بيقضي وقته في القمار بقى دبلوماسي رسمي وداخل في عالم السياسة والنفوذ، كل ده بخطوة ذكية وعربية بويك واحدة. رياض اتبعت للكونغو كدبلوماسي صغير، بس المشكلة انه ما كانش مستحمل الحياة هناك، هو متعود على الرفاهية والفسح والسهر، لكن الكونغو كانت عكس كل ده. وبعد سنة واحدة بس زهق وبدأ يدور على مخرج. أخد أجازة وبدل ما يرتاح قعد يلف على معارفه وأقاربه يدور على واسطة تنقله من هناك. وبالفعل مع بداية عام 1946 قدر يغير مكانه، انتقل من الكونغو واشتغل موظف بسيط في القنصلية المصرية في مارسيليا. وده كان بالنسبة له خطوة جديدة يقرب بيها أكتر من الحياة اللي بيحبها أوروبا والرفاهية والناس الجديدة والجو اللي يناسب واحد زيه. وفي مايو 1946 القدر رتب لرياض غالي مقابلة ما كانش يحلم بيها. الملكة نازلي أم الملك فاروق سافرت من اسكندرية على مارسيليا مع بنتيها الأميرتين فتحية وفايقة علشان تتعالج من مشاكل في الكلى. ولما وصلوا استقبلهم القنصل العام وأعضاء السفارة. ورياض كان مجرد موظف بسيط واقف آخر الصف، كانت شغلته إنه يساعد في حمل الشنط. لكن بعد كام أسبوع الأطباء نصحوا الملكة إنها تسافر جنيف علشان تكمل العلاج هناك. نازلي اتصلت بالقنصلية في مارسيليا تطلب حد يأمن نقل الأمتعة بتاعتها، وهناك جات اللحظة الفصل. اللي اتكلم بالمهمة دي هو رياض غالي. وأول ما رياض دخل على الملكة نازلي في الفندق عمل مشهد درامي كأنه طالع من فيلم. ركع مسك ايديها وبسها وقال لها بصوت متهدئ النهاردة هو اليوم اللي ممكن أموت بعده علشان حققت حلم حياتي. وبوست ايد الملكة الأم نازلي. الكلام وقع عليها زي السحر. بدأت تسأله عن خلفيته ومؤهلاته، وهو كالعادة بيعرف يلمع نفسه. 3 أيام كاملة ما فرقهاش بحجة
نقل الأمتاع من مارسيليا لحد جنيف. وفي الآخر نازلي قررت إن رياض هيكون معاها في جنيف. القنصل المصري هناك اعترض وقال لازم خطاب رسمي من وزارة الخارجية. بس إيه اللي حصل؟ الملكة بنفسها اتدخلت والوزارة بعتت الخطاب، ومن هنا رياض غالي فضل في جنيف جنب الملكة نازلي 10 شهور كاملة. يعني من موظف بسيط بيشيل شنط بقى واحد قاعد ليل ونهار جنب الملكة الأم. ال10 شهور اللي قعدهم رياض في جنيف كانوا نقطة تحول حقيقية. الواد بدأ كموظف غلبان، بس مع الوقت بقى هو البطل في حياة الملكة نازلي. بيختار لها العطور اللي بتحبها ويسوق لها عربيتها ويسهر معاها لحد الفجر ويوصلها لغرفة نومها بنفسه. يعني بقى أقرب واحد ليها في كل تفاصيل يومها. وفي مايو 1947 الأطباء السويسريين نصحوها إنها تسافر على أمريكا، تحديدا مستشفى مايو كلينيك، علشان تكمل العلاج. وطبعا الملكة ما سافرتش لوحدها، كانت معاها الأميرتان فتحية وفايقة، ومعاهم كمان مين؟ رياض غالي. من شاب كان واقف يشيل شنط في المطار لغاية انه بقى واحد من اقرب الناس لملكة مصر الام ويسافر معاها عبر القارات. وفي سنة 1950 بعد ما الملكة نازلي خلصت علاجها وصحتها رجعت، كان رياض خلاص استغل وجوده كراجل وحيد وسطها هي وبناتها. قدم نفسه على انه البطل والمنقذ اللي بيحل كل مشاكلها. وبين الكلام والضحك لفت نظر الاميرة فتحية، وهنا رياض رسم خطته الكبيرة. شافها الجوهرة اللي هتطلعه من مجرد موظف غلبان لواحد بيقف جنب الملك. راح للملكة نازلي وطلب ايد بنتها فتحية، والمفاجأة وافقت من غير تردد. وفي سان فرانسيسكو سنة 1950 اتعمل الفرح الكبير، الحدث اتنقل على التلفزيون الامريكي، وده عمل دوشة وجدل رهيب في مصر. من شاب فاشل كان بيضيع وقته في القمار بقى جوز اميرة من الاسرة المالكة المصرية. لكن الفرح ما عداش بالساهل. اول ما الملك فاروق عرف ان اخته الاميرة فتحية اتجوزت من موظف مسيحي بسيط زي رياض غالي، الدنيا ولعت في القصر الملكي. فاروق جمع البلاط واصدر قرارات قاسية جدا. جرد الاميرة فتحية وامها الملكة نازلي من كل الالقاب الملكية، وقف لهم المخصصات الملكية اللي كانوا بياخدوها. وطبعا طرد رياض غالي من كل مناصبه. ومن سنة 1950 لحد 1952 الملك فاروق والحكومة المصرية حاولوا بكل الطرق يرجعوا الملكة نازلي والبنات مصر، بس نازلي أصرت بعناد، قالت لا، وفضلت متمسكة بجواز بنتها فتحية من رياض مهما حصل. يعني رياض اللي كان محدش يعرف اسمه فجأة بقى هو اللي عمل شرخ جوه العيلة الملكة المصرية كلها. وبعد الجواز الأميرة فتحية بقت خلفت من رياض 3 أولاد: رفيق سنة 1953، ورائد سنة 1954، ورانيا سنة 1956. وبعد ثورة يوليو 1952 الوضع في مصر اتغير تماما. الملكة نازلي اضطرت تبيع كل ممتلكاتها اللي فاضلة في مصر، وبعتت ملايين الدولارات على أمريكا. مين بقى اللي أقنعها يمسك الفلوس دي؟ طبعا رياض غالي. مش بس أقنع، لا، ده خد توكيل عام رسمي علشان يدير كل أصولها وأموالها. يعني من موظف صغير كان بيشيل الشنط وصل لمرحلة إن ماسك أموال ملكة مصر الأم كلها في ايده. ما بين عام 1953 و 1956 رياض غالي لعب اكبر لعبة مقامرة في حياته. مسك ملايين الملكة نازلي ورماها في البورصة الامريكية. النتيجة خسائر ورا خسائر. رهن كل حاجة باسم الملكة، حتى القصور الفخمة اللي كانوا عايشين فيها في امريكا، وبرضه خسر تاني. وما بقاش بقى غير قصر واحد في كاليفورنيا اللي عاشوا فيه كآخر ملجأ. ولكن لما نازلي عرفت ان رياض ضيع فلوسها كلها الدنيا ولعت، واتخانقوا مع بعض، ورياض فقد أعصابه ومد إيده وضرب نازلي على وشها وقال لها بكل وقاحة: زمان كنتها يا ولاد الكلب. الملكة ما استحملتش الإهانة، طردته من البيت. والأميرة فتحية اللي كانت لسه واقفة جنبه قررت تنفصل، ورفعت عليه قضية في المحاكم الأمريكية سنة 1956 تمهيدا للطلاق. ومن بعد عام 1956 الأوضاع قلبت بجحيم. الملكة نازلي اللي كانت عايشة في القصور لقت نفسها مضطرة تلجأ لأسرة يهودية مصرية في أمريكا علشان يساعدوها. والأميرة فتحية، تخيل، أميرة من العائلة المالكة المصرية شغالة عاملة نظافة في فندق صغير في كاليفورنيا. والجرائد الأمريكية نشرت الخبر كصدمة: الملكة نازلي أفلست. وفي وسط المهانة ديت اتدخلت الأميرة أخت شاه إيران واشترت شقة صغيرة للملكة علشان تعيش فيها. أما رياض غالي اللي كان فاكر نفسه بقى ملك انتهى بيه الحال في شقة متواضعة وسط أفقر أحياء
لوس أنجلوس. حياته كلها بقت كابوس وضياع. ولما أنور السادات مسك الحكم سنة 1970 بدأت الحكومة المصرية تغير نظرتها لأسرة الملك فاروق. الخبر ده حرك حاجة جوه الأميرة فتحية، بدأت تفكر ترجع مصر، وبالفعل أقنعت أمها الملكة نازلي بالفكرة. لكن الناحية التانية رياض غالي كان خلاص وقع. سنة 1976 بقى منفصل عن فتحية تماما، مدمن خمور ومخدرات، عايش وحيد بعد ما أمه ماتت. اللي كان زمان في عز وسلطة ونفوذ ضايع، انتهى بيه الحال مدمر ووحيد وضايع. وفي 9 ديسمبر 1976 كانت النهاية السوداء. رياض غالي اتصل بفتحية يطلب منها تيجي شقته علشان تاخد شوية حاجات تخص امها، وأول ما وصلت الكلام قلب بخناق. الموضوع كان حوالين فكرة رجوعها لمصر، وفجأة رياض طلع المسدس وضرب 4 رصاصات في راس فتحية. الأميرة اللي ضحت بكل حاجة عشانه وقعت مقتولة على ايده، وبعدها على طول حاول يخلص على نفسه، ضرب رصاصة في دماغه بس ما ماتش، عاش مشلول وأعمى. اتقبض عليه واتحاكم وقضى باقي أيامه في السجن لحد ما مات سنة 1979. أما الملكة نازلي فماتت قبله بسنة يوم 29/5/1978، واتدفن ال3 نازلي وفتحية ورياض في مقابر كاثوليكية في أمريكا بعد ما اعتنقوا الكاثوليكية. قصة نهايتها مأساوية، من القصور والجاه لحد الفقر والقتل والفضيحة.